كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وعلشان احنا في شهر الخير بعمل لكم شير، ولو كنت على الخير ناوي يبقى عليكم على ركنة مشاوي. المطعم ده عامل مساهمة لكل الناس الفاهمة واللي متعودة دايما تفطر الصايمين ودايما في الخير متجمعين. وجبة افطار صائم اللي سعرها اقل من مكوناتها بكتير علشان نشجع الناس على فعل الخير. جبنا لكم النهارده 3 وجبات تقدر تشتريهم تعمل بيهم افطار صائم في رمضان. والموضوع ده يا جماعة في مطعم اسمه ركنة مشاوي في منيا القمح. اول وجبه معانا بتبقى عباره عن رز بسمتي وربع فراخ مشويه، ده يعتبر صدر فرخه او اكتر. ثاني وجبه معانا بتبقى برضو عباره عن ربع فرخه بس بيكون ورك زي ما حضراتكم شايفين. ثالث وجبه طبعا بتبقى عباره برضو عن رز بسمتي و3 قطع كفته بلدي زي ما احنا شايفين. طبعا اي وجبه من الثلاثه دول بيبقى معاها سلطه وطحينه. الوجبات دي سعرها ايه بقى؟ 80 جنيه للوجبه. يعني بصراحه انا شايف ان المطعم ده بيقدم وجبه انا لو اشتريتها من اي مكان هشتريها حوالي ب 150 جنيه، ولو حضرتك بقى هتطلب كميه كبيره الدليفري هيجي لك لحد عندك مجانا. وكمان المطعم بيقدم وجبات للعزومات سعرها على قد مكوناتها بدون مجاملات، وكمان الطعم والجوده مسيطرين على كل المنيو اللي هنتكلم عليه بالتفصيل وبالاثبات. ده غير ان المطعم عامل ضجه غير مسبوقه بعروضه المميزه واكلاته المرموقه. ندخل بقى على الوجبات اللي موجوده في المطعم نفسه، وطبعا انا شايف انها قيمه مقابل سعر. واول وجبه معانا اللي هي سعرها 115 جنيه، دي عباره عن ورك فرخه، عباره عن بطاطس محمره، عباره عن خضار ورز بسمتي وواحده سمبوسه وشويه خضار مشويين. والتاني وجبه معانا عامله 130 جنيه اللي هي عباره عن صدر فرخه ورز بسمتي وخضار وبطاطس محمره وواحده سمبوسك. الاختلاف بينها وبين الثانيه ان دي صدر و115 ورك، ده الاختلاف بينهم، نفس السعر بس الاختلاف بين دي ومن دي 15 جنيه، وتكفي طبعا فرد مرتاح قوي يعني. وندخل على ثالث وجبه معانا اللي هي عامله 170 جنيه، فيها ربع فرخه صدر وقطعتين كفته ورز بسمتي بالمكسرات وبطاطس محمره وسمبوسك وخضار وبرده شويه خضار مشويين. بصراحه انا شايف ان الوجبه دي هايله جدا على الاسعار اللي بنشوفها بره. وندخل بقى على رابع وجبه معانا اللي هي عامله 200 جنيه، وطبعا زي ما انتم شايفين الوجبه فيها 3 قطع كفته بلدي و3 قطع كباب بتلو وخضار ورز بسمتي بالمكسرات وواحده سمبوسك وبطاطس محمره. انا شايف ان سعرها كويس جدا على حجمها ده. ونخش بقى على الوجبه الخامسه اللي معانا واخر وجبه اللي هي عباره عن قطعتين كفته لحم وقطعتين كفته فراخ وفراخ مشويه وبطاطس وخضار ورز بسمتي بالمكسرات وشويه خضار طبعا مشويين زي ما احنا شايفين، وعامله 220 جنيه. طبعا كل الوجبات دي يا جماعه بيبقى معاها سلطه وطحينه اللي هو البوكسات دي، تمام؟ والمميز اكتر في ركنه مشاوي الصواني اللي بتحكي حكاوي، اللي فيها مكونات دسمه وغير دسمه اللي ما يختلفش عليها ال 100 مليون نسمه، والاكل كله معمول بمنتجات بلدي 100%، وكمان بيحاول يكتر لك الكميه وباسعار خياليه. ونسيبنا بقى من كل الوجبات اللي اتكلمنا عليها وندخل على البطل في رمضان، البطل اللي بيلم الحبايب اللي هي الصواني. والنهارده المطعم عامل معانا صينيه اسمها ايه الحبايب. وطبعا صينيه الحبايب ده يا جماعه بيبقى فيها نص كفته وفيها فردتين حمام ونص سجق و4 سمبوسك وربع نيفه ومحاشي ورز بسمتي بالخلطه والمكسرات. الصينيه دي يا جماعه عامله 1200 جنيه طوال شهر رمضان. بصراحه انا شايف ان السعر بتاعها كويس على الخامات اللي فيها او المكونات اللي فيها. وطبعا الصينيه لما بتنزل هنا في المحل او دليفري بيكون معاها سلطه وطحينه وكل المقبلات بتاعتها، وده كله طبعا موجود في المنيو بقى، بتنجان مخلل وحاجات كتير هتعجبكم، فحاولوا تشوفوا المنيو على صفحه المطعم. بعد ما عرضنا كل الوجبات وعرضنا اسعارها تعالوا بقى نشوف الطعم عامل ايه، لان طبعا دي اكتر حاجه احنا جينا علشانها. وهبدا اول حاجه بالحمام، زي اي فيديو انا عملته قبل كده بدات بالحمام، وهنا برضو هبدا بالحمام لان الحمام هو اللي بيبين الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز هنا معمول بالكبد والقوانص بتاعت الحمام، بصراحه طعمه هايل جدا. شوفوا الكفته بتاعتهم يا جماعه هتبقى عامله ايه، شكل بيقولوا ان هي بلدي، والطعم برضو ان شاء الله هيكون بلدي. هنزل بقى في الطحينه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كفته بلدي زي اي كفته، طعمها كويس، جودتها كمان كويسه. على فكره هم بيقولوا ان هم جزارين من سنه 1930، اللي هو اللوجو اللي ورايا ده كان الجزار الاساسي بتاع المطعم. ندخل بقى على ثالث حاجه النيفه بتاعتهم. النيفه دي اللي هي الجدي، يعني قطعه من الجدي مش خروف، النيفه لحمه جدي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي من غير اي حاجه بقى ولا طحينه ولا اي حاجه، هي بذاتها كده. ده يبقى معايا دوب بصراحه. وندخل بقى على رابع حاجه السجق بتاعهم اللي مزغلل عيوني من اول ما بدانا الفيديو. نبدا ان احنا نطلع كده نطلع كده نطلع كده وناخد الحته بتاعتنا وندوق. بسم الله.
تتبيله السجق تحس ان هي خفيفه كده وهاديه، مش بتجزع قوي، ما فيهاش بهارات كتير اللحمه. ندخل بقى السمبوسه بتاعتهم، محشيه ايه بقى مش عارف، محشيه جبنه ولا محشيه لحمه انا مش عارف. هنشوف محشيه ايه مع بعض. محشيه جبنه. بصراحه يعني انا بحب السمبوسك بالجبنه، تبقى طعمها احسن من اللحم بكتير. بتقرمش معايا السمنه البلدي والجبنه، بصراحه عاملين ميكس جامد قوي مع بعض. وطبعا محشي ورق العنب يا جماعه، بحب انا ورق العنب في الطحينه. والله العظيم بيتي. بص بقى، اللي شفت الليله دي كلها انا ما لفتش نظري غير حاجه واحده بس، البتنجان ده. يعني انا بصراحه شايفه لونه جامد جدا، لونه بالتتبيله اللي جواه جميل. انت متخيل ان قدام الاكل ده كله ولفت نظري ده علشان اللون ده؟ طبعا هم عندهم شيف هنا، من شيف متمرس جدا، شيف عبد المنعم طبعا. بصراحه خبرته عاليه في الحاجات دي. طعم كمان خرافه بصراحه، شويه مقبلات هايله جدا. تاكلهم قبل الاكل على ما اعتقد بالوضع ده. ولو قعدنا نتكلم كتير على ركنة مشاوي يبقى هنقعد نحكي في حكاوي. ارشح تفطر يوم هناك وتشوف بنفسك اصل المشاوي. المطعم موجود في منيا القمح، طريق مصلى العيد، امتداد ميدان المنسي. وهتروح هناك وتقول فينو، هتلاقيه امام كافيه كافينو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.